السلام عليكم اخوان، جيتكم هذا اليوم بفيديو جديد. ما عليكم من غير تتابعونا باللايك ومتابعة القناة وتفعيل الجرس. هذا اليوم غادي ندير لكم رياكشن الفيديو اللي فيه شباب افارقه اللي كيتدربوا وسط التحديات. والنقطة المهمة اللي كل شي باغي يعرفها هما واش هادو طبيعيون ولا كيستعملوا هرمون. ها انتم شوفوا كيفاش كيترينوا، كل شيء قدامكم، معدات ثقيله ولكن القوه والميسكل اللي عندهم جبار. باش نقول لكم الا جينا نحلو غنلقاو كيخدموا بالتكنيك والتركيز على الطريقه والتكرارات والقوه التحمل والانضباط. لاحظ هنا كيبانوا عضلاتهم تطورات بلا مكملات كثيره ولا آلات حديثه. وغنجي دابا نهضر علاش هما فايتيننا في القوه البدنيه وفي الحجم العضلي رغم انهم ما عندهمش داكشي اللي عندنا حنايا. ولاصال ديالنا حنا ولا اي لاصال بصفه عامه ولا عيب ما تلقاش فيه طابيغول واجهزه متطوره للصدر والظهر والرجلين وحتى الكارديو والاوزان متنوعه بحال دامبل بحال البربل. وقبل منين كتدخل لاصال كتلقى فيه كلمه وعاد الموسيقى وعاد دوش عود لي ماشين اللي كتساعد في البناء العضلي. هما شنو عندهم؟ خشب الحديد عادي وتمارين كلها بالاوزان اللي صايبينهم بوحدهم. ولاصال ديالهم اصلا كله كتلقاه مصاوب غير بالحجر، ومع ذلك كتلقاهم محافظين على الجسم مضابطين صحاح وكيستافدوا من التمرين. دابا شوفوا معايا واحد الحاجه، الناس في الزمان ما كانوش ياكلوا داكشي اللي كنا كناكلوا دابا. ما كانوش لا طاكوس لا بيتزا لا ماكله الزنقه اللي كلها زيوت وسكريات مدمره. كانوا كياكلوا طبيعي من الارض ديالهم ومن الفلاحه ديالهم اللي ما فيهاش المواد الكيميائيه. وحتى منين كانت شي حاجه فيها الدود راه هذاك الدود دليل بلي ماكله طبيعيه ماشي مرشوشه بسموم. وداكشي علاش رغم ان الماكله كانت قليله وكانت نافعه. والقضيه ديال الدود كاين اللي ما يعرفهاش، انا غنشرح لكم بلان ديال الدود. مثلا ديروا مثلا هاد البنانه هاي باقا ما تزرعاش، باقا غير في الارض، باقا ما كايناش. هاد البنانه اللي كتشوفها باقا ما كايناش. اشنو كدير؟ كتزرع فيرما كتسقي مزيان. اشنو تيوقع هاد البنانه بالضبط؟ ما كتبغيش تزرع مزيانه وكيتزرع منها غا واحد شويه، اما الباقي كياكلوا الدود. اما دابا ما بقاش هادشي، العلم تقدم ولاو ادويه مصنعه منين كيسقيو البنانه ولا اي حاجه كيسقيوها. شنو كيديروا من بعد التسقيان؟ كيديروا ليها الدواء باش تنوض دغيا. مثلا ها نتوما شوف بنانه كانت مثلا في الارض، هاي الارض هاي فوق الارض، بنانه مثلا كانت فوق الارض تحت الارض مثلا. هاي شو كيديروا الدواء باش تنوض دغيا باش ما ياكلوش هنا الدود. لقاش كل ما بقات في الارض كل ما الدود كياكلها. لقاش كتخمج كل ما بقات في الدود، كل ما بقات في الارض كتخمج. هادشي علاش شنو كيديروا الدواء مصنع باش تطلع دغيا باش ما ياكلوش الدود. والناس قدام كيفاش كانوا عايشين؟ منين كان عندهم هكا وما كانوش حتى وسائل نقل بحال الرموك هوندا. اولا كانوا كيتقاتلوا، كانوا كيجريو غير في الاحصنه والبغال والحمير وكياخذوا حاجه قد هكا. قد هكا رغم ذلك كانوا عايشين بالجوع. وثانيا هي كاينه واحد الحاجه اللي سميتها هرمون غريلين اللي هو هرمون الجوع. غتجي غتسولني غتقول لي شنو هو هذا الهرمون الجوع، واش كاين ولا كاين هرمون الجوع؟ ما تيقتني سير دخل وبحث. هذا الهرمون اش كيدير؟ بحال ذاته منين كتكون المعده خاويه الدماغ ديالك باش كيحس بان راه المعده فارغه. وشكون اللي كيعلم المخ ديالك بان المعده خاويه؟ ضروري خاص تكون بيناتهم شي اتصال، وهذاك الاتصال هو هرمون الجوع. وفيه شحال من فوائد هذاك الهرمون، وكيساعد الرياضيين اللي كيعانيو من ضعف شهيه واللي كيلقاو صعوبه باش ياكل كميه كبيره باش يبنيو الميسكل وتا في التضخيم. وشنو كيدير هذا الهرمون؟ تيعاونك لحقاش كيزيد لك في الرغبه في الاكل، وكلما زادت الرغبه في الاكل وكيساعد في تحفيز الغده النخاميه. وشنو هي الغده النخاميه؟ هي اللي كتحفز هرمون النمو اللي كيحرق الدهون الزائده وكيعطي استشفاء عضلي سريع وكيحسن الوظائف العصبيه اللي عندها الضعف التركيز والانتباه خصوصا قبل التمرين. وكاينين شي دراسات عاوتاني كتشير بان هرمون الجوع كيأثر بشكل غير مباشر على الذاكره وكيساعدك في الحفاظ على الطاقه بحال في رمضان. مثلا رمضان ملي كتصوم 14 ساعه في النهار
غريلين شنو كيدير؟ كيساعد الجسم على التكيف بتقليل استهلاك الطاقه. المهم الخلاصه ديال هرمون غريلين، كلما جاك الجوع كلما زادت الرغبه في الاكل ديالك. والموضوع ديالنا كان واش هادوك كيدوبيو ولا لا، ماشي الناس قدام. هو انا علاش جبت الناس قدام؟ لحقاش الناس قدام كانوا عبره لهادوك اللي هما الافارقه، والافارقه خداو العبره من الناس قدام، كانوا كيسمعوا بهم واش كيديروا وتا هما داروا بحالهم. ونزيدك عاوتاني معلومه اللي باقي ما قالك حتى واحد: حنا دري صغير ولا كبير الا دخل لاصال وما لقاش داكشي اللي بغا تيسحب وما كيكملش الشهر ديالو، هما اشنو كيديروا؟ الا بغاو شي حاجه يلقاوها كيصاوبوها بيديهم بحال الخشب الحديد البارة، ماشي بحالنا حنا كلشي موفر لينا ومعكازين، وما كتلقى لا ماكله لا صال زوين لا حتى حاجه بحالنا. وكتلقاهم كيهزوا اوزان ضخمه وعندهم حجم عضلي هائل. علاش؟ لانهم منين تزاد هو كيتقاتل وكياكل هادشي اللي قسم ليه الله. والتدريب ديالهم صعاب من التدريب ديالنا، كيدربوا اسلوب هارد كور، وزن الجسم زعما بارفيكس ويبقى شاد في الحبل صخور تمرين يومي، ماشي بحال شي ناس كيترينيو ساعه في السيمانه وكيبغيو النتائج. وحتى في الاكل كياكلوا غير الماكله عاديه وناتوريل، وحتى هما عندهم مأكولات وعندهم سكريات والهرمون الصناعي وعندهم كلشي. وحاجه مهمه، حاجه مهمه باش متوقعين علينا هي الصبر والانضباط. ماشي كيتريني اليوم ويبغي يبان غدا. سنوات ديال التمرين المتواصل. دابا غنجاوبك، غنقول لك واش ناتوريل ولا كاين شي هرمون. كاين اللي كيستعمل الهرمون وكاين ناتوريل واغلبيتهم ناتوريل. دابا بقى لك غير تجي تقول لي الله يرحم بها والدين في التعليق بهذه النصيحه، ومتابعه القناه ولايك وكومونتير وتفعيل الجرس، راه مازال جديد باذن الله.